السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده قررت اعمل لكم طريقة عمل الاندومي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ويعني ما فيش بعتقد اسهل من كده، بطريقة بمكونات موجودة في كل بيت وبسيطة كده زي ما انتم شايفين. معنا مكونات بس مكرونة سباكيتي زي ما انتم شايفين، كيس اهو زي ما انتم شايفينها. الكمية اللي انتوا عايزينها اعملوها، يعني الكيس بتاعنا هناخد عليه 2 من مرق الدجاج، ومعانا شطة مفرومة زي ما انتم شايفين كده، ومعانا ملح ابيض سادة، ومعانا 2 مرق الدجاج. يعني لو عايزين مرق الدجاج ينفع، لو عايزين مرق الخضار ينفع. ده مرق الدجاج معانا اهو، مرق الدجاج، فانا عايزاه يعني بتعمل مرق الدجاج فجبت مرق الدجاج. ومعانا ملح ومعانا شطة ومعانا المكرونة السباكيتي بتاعتنا. دلوقتي بقى هنبدأ بالطريقة. ومعانا هنا ميه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، حوالي نص الحله، وهنخليها لحد ما تغلي، وحطينا لها نص معلقه زيت عشان ما يعدينش مننا المكرونه الحادة، نص معلقه بس، ما نكترش اكتر من كده. بس ادي المكونات بتاعتنا. هنخلي الميه دي بتاعتنا لحد ما تغلي على النار، بعد ما تغلي بقى هنحط عليها المكونات بتاعتنا. تابعونا للاخر. نسيت يا حبايبي اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا. الميه بتاعت المكرونه السباكيتي اللي احنا هنعملها دي لازم تكون اكتر من الميه اللي بنحطها للاندومي العادي، عشان المكرونه السباكيتي بتشرب ميه كتير، فاحنا لازم نحط لها ميه كتير برضو. بعد ما الميه غليت اهي زي ما انتم شايفين كده، ادي اللي هنجيب المكرونه السباكيتي بتاعتنا وننزلها كده. بصوا، نفردها كده، نحطهمش جنب بعض يعني عشان ما يتعدنش مننا اهو بالشكل اللي انتم شايفينه يا حبايبي، ونعملها كده. بصوا بقى ما نلقاها من تحت كده استوت، ننزلها كده لتحت. بصوا، نضغط عليها كده. بصوا اهي بالشكل ده، نعمل كده اهي بالشكل ده يا حبايبي. اهم حاجه نخلي الميه بتاعتنا تغلي كويس عشان ما تعدينش مننا اهو بالشكل ده، وننزل لتحت كده. نضغط على الاندوم بتاعنا اهو كده. بصوا، ننزل المكرونه كده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. نجيب معلقه كبيره زي كده اهو. بصوا، وننزلهم كده اللي باقيين دول، ونجيب شوكه ونقلب فيهم عشان ما يلزقش في بعض او ما يعدينش اهو يا حبايبي. هنجيب شوكه زي كده اهي، ونقلبهم كده عشان ما يعدينش مننا. بصوا اهو، نقلبهم كده يا حبايبي عشان ما يعدينش مننا اهو بالشكل ده. دلوقتي بقى هنحط التوابل بتاعتنا. دلوقتي بقى يا حبايبي هنحط التوابل. معانا الشطه اهي، نحط الشطه بتاعتنا اهي. لو انتوا عايزينها مش حراقه ما تحطوش شطه عادي، الشطه دي اختياري يا حبايبي، بس اهم مكون معانا المرق الدجاج ده. هنحط ملح اهو، سمي كده بسم الله زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى نحط المرق الدجاج. دلوقتي بقى نحط المرق الدجاج بتاعنا اهو، هنحط الاتنين. دلوقتي هنحط التانية، سمي كده بسم الله. بعد كده نقلبها اهو بالشكل ده ما شاء الله. شكله يعني ما شاء الله كده هيطلع جميل اهو. نقلبهم كده عشان ما يعدينش مننا اهو. بس كده هنسيبهم دقيقتين، بعد كده نرجع لكم تاني. بصوا ده شكلها اهي بعد ما خلاص قربت تستوي يا حبايبي. يعني اثرت شويه الشوربه كده بتاعتنا، ما نحركش فيها زي ما قلت لكم كتير. يعني بصوا في شوربه اهي. بصوا الشوربه بتاعتنا يعني فيها شوربه كده وشكلها حلو. بصوا ما شاء الله يعني قربت تستوي خلاص. والاندومي كمان، بس الاندومي اهو قرب يستوي. بصوا والله العظيم يا حبايبي انا جربته قبل كده، طعمه زي الاندومي بالظبط اللي هو العادي ده هو. وكمان ده احلى، ده فيه نكهه كده غريبه كده، طعمها عاطيه يعني طعم جميل جدا، يعني حلو قوي.
عامله كل ده نص الكيس بس، وادي نص الكيس التاني. يعني ما شاء الله بصوا نص الكيس عامل لي حله، وكمان لسه ما استواش جدا. يعني بعد ما استوي هيبقى كتير حجمهم اكبر من كده كمان. بصوا يعني ما شاء الله، يعني الكيس الواحد ب5 جنيه يكفي حجم عائلي. بدل ما انت تجيبي واحد ب5 اندومي يكفيكي انت واحد كمان، يمكن تعوزي 2. امال ده تجيبي واحد ب5 جنيه كيس اندومي سباكيتي، تعملي منها انت وعيلتك كلهم. يعني انت لو نفر وحدك تعملي نص الكيس يكفيكي ويزيد منك كمان. يعني بصوا انا عامله نص الكيس، بصوا ما شاء الله، يعني كميه كبيره كده. بصوا ما شاء الله، يعني والله العظيم يا حبايبي اقسم بالله انا عاملاه قبل كده طعمه زي الاندومي واحلى كمان. بصوا ده شكلها اهي بعد ما خلاص قربت تستوي. حاسه يعني اثرت شويه الشوربه كده بتاعتنا، ما نحركش فيها زي ما قلت لكم كتير. يعني بصوا في شوربه اهي، بصوا الشوربه بتاعتنا يعني فيها شوربه كده وشكلها حلو. بصوا ما شاء الله يعني قربت تستوي خلاص. والاندومي كمان، بصوا الاندومي اهو قرب يستوي. بصوا بصوا يعني ما شاء الله، يعني الكيس الواحد ب5 جنيه يكفي حجم عائلي. بدل ما انت تجيبي واحد ب5 اندومي يكفيكي انت واحد كمان، يمكن تعوزي 2. امال ده تجيبي واحد ب5 جنيه كيس اندومي سباكيتي، تعملي منها انت وعيلتك كلهم. يعني انت لو نفر وحدك تعملي نص الكيس يكفيكي ويزيد منك كمان. يعني بصوا انا عامله نص الكيس، بصوا ما شاء الله، يعني كميه كبيره كده. بصوا ما شاء الله، يعني والله العظيم يا حبايبي اقسم بالله انا عاملاه قبل كده طعمه زي الاندومي واحلى كمان، في طعم كده جميل قوي. بصوا يا حبايبي ادي شكله زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنسيبهم بقى يعني دقيقتين، بعد كده هنطفي عليهم ونوريكم شكلهم في النهايه. ادي شكله يا حبايبي اهو بقى مستوى. بصوا احنا طفينا عليهم النار كده. بصوا ما شاء الله كده شكله جميل جدا. ادي شكله يا حبايبي اهو بقى مستوى. بصوا احنا طفينا عليهم النار كده. هو حوالي يعني خد 10 دقايق كده في الاستوى كله، يعني لحد ما استوى خد يمكن 10 دقايق. بصوا ما شاء الله كده شكله جميل جدا. دلوقتي هنصبه ونوريكم شكله بقى. هنصبهم هنا. بصوا يا حبايبي دلوقتي هنصبوها. بصوا ما شاء الله، بصوا شكلهم جميل ازاي. بصوا يعني ما شاء الله كده شكلهم يعني يفتح النفس كده. بصوا بصوا ما شاء الله. بصوا يا حبايبي شكلهم حلو ازاي. دلوقتي بقى هندوق ان شاء الله يطلع طعمهم جميل زي ما شكلهم جميل كده. نسمي كده بسم الله. والله يا حبايبي طعمهم تحفه على الاخر، حلو قوي قوي قوي. لو عجبك الفيديو بقى متنسوناش باللايك والاشتراك